اهلا بيكم في فيديو قوي جدا. النهارده هقول لك افضل خمس اظهره ال بي، وكمان افضل خمس اظهره ار بي. يعني هختم لك مركز الظهير النهارده، الليفت باك والرايت باك. حرفيا هقول لك مين افضل خمس لعيبه. يعني هجيب لك 10 لعيبه هم الافضل في المركزين دول. ولكن قبل ما نبدا اتمنى منك لايكك واشتراكك. عايزين نوصل ل 1000 مشترك قبل شهر رمضان. وليتس جو على الفيديو. ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وادي هنا طبعا هندخل على السو ونكتب مركز الليفت باك، ونبدأ بقى في البحث ونشوف مين أفضل خمس أظهرة في اللعبة. رقم خمسة معانا، واللي هيكون اللي أقل أوفر في الفيديو، ولكن فعلا ظاهر قوي جدا في الطاقات بتاعته، هو كابدريفا. كابدريفا مبدئيا كده ب 300 مليون كوينز أوفر 102، وحرفيا اللاعب أسطوري بشكل مش طبيعي. ممكن برضو تجيبه مطور. أنصحك تجيب النسخة دي، يعني 300 مثلا تجيبه ب 305 أقل قيمة وتسيبه كده شوية. بعدها تجيبه وتطوره انت بمسكرونه مثلا للاحمر. حرفيا ظهير اسطوري جدا، يعني سريع. الدفاع عنده كويس، فدي حاجه قليله اصلا لما تلاقي ظهير وسريع. لما تلاقي ظهير سريع وطاقات دفاعيه وبيعرف يعمل عرضيات في نفس الوقت، دي حاجه قليله جدا في اللعبه، ما اعرفش ازاي. بس الصراحه يعني دورت كتير جدا لغايه ما لقيت. وكابدريفا الصراحه من اللعيبه المميزه اللي بتعرف تعمل الثلاثه بشكل ممتاز. ب 300 مليون فقط اوفر 104. طوروا بقى للنسخه الحمراء. بقى للمركز الرابع معانا وهيكون من نونو تافاريز. نونو تافاريز حرفيا لاعب قوي جدا يا جماعه. يعني مثلا تجيب النسخه دي ب 400 مليون وتطوره برده للاحمر. حرفيا لاعب اسطوري جدا بشكل مش طبيعي. يعني اولا طوله 183 كويس، سريع جدا، سرعته 120، كمان التقاليد الدفاعيه كويسه، كمان العرضيات عنده 114. فالصراحه اللاعب كويس جدا. وكمان لو طورته للاحمر واديت له التدريب بتاعه هيكون اسطوري جدا على ارضيه ملعب. فانا الصراحه شايف ان نونو تافاريز من اقوى اللعيبه ال بي في لعبه اف سي موبايل. نروح بقى لرقم ثلاثة معانا، واللي هيروح طبعا لألفونسو ديفيز. ديفيز الصراحة لاعب قوي جدا. اخترت بينه وبين لازارزو، ولكن راح لديفيز لأن ديفيز سريع جدا. أي نعم هو بمليار و200 مليون كوينز، ولكن يستحق. وبالنسبه للليفت باك، هو الليفت باك تقريبا من اغلى مركزين ثلاثه في اللعبه، فعشان كده اللعبه هتكون غاليه جدا. ف 185 سم، 4 حركه مهاره. الصراحه دي طاقات مميزه جدا. سرعته 120، تقارب دفاعيه ممتازه. الصراحه لعب العرضيات 114. يعني هو قريب جدا من نونو تافاريز، ولكن هو اعلى في الطاقات الدفاعيه يعني بشويه الصراحه. يعني فالصراحه نونو تافاريز برضو والفونسو ديفيز الاثنين اقوياء جدا وقريبين جدا من الطاقات. فلو همك الاوفر فهات ديفيز، لو مش همك الاوفر فهات نونو تافاريز، لانه ارخص منه حرفيا يجيب مليار كوينز. فالصراحه الاثنين اقوياء جدا، ولكن عشان الطاقات الدفاعيه فالفونسو ديفيز هيكون في المركز الثالث. نروح بقى للمركز الثاني معانا في الفيديو، واللي هيكسبه مندي، ظهير نادي ريال مدريد. يا جماعه اسطوري بطريقه مش طبيعيه، بمليار و200 مليون كوينز برضه زي الفونسو ديفيز. ولكن هو 5-5 في القدم الضعيفه، 4 حركه مهاره. يعني ده عند ظهير ازاي انا ما اعرفش. حرفيا في مهاجمين ما عندهمش الحاجات دي يعني. وعشان بص، عشان تجيب مهاجم قوي لازم يكون 5-5 وعلى الاقل 4 حركه مهاره. ده ظهير وعنده الطاقات دي. تخيل انا، يعني انا ممكن اجيب احط راس حرب عادي جدا. الصراحه اللاعب اسطوري بشكل مش طبيعي. المراوغ عنده كويسه، سريع جدا، سرعته 116. العرضيات عنده 108، الطاقات الدفاعيه كويسه. فاللاعب قوي جدا في الطاقات. وكمان اللي بيميزه القدم الضعيفه وكمان حركه المهاره. الاثنين حرفيا مخلينه اسطوري بشكل مش طبيعي. وكمان سرعته الاسطوريه. وكمان لما تجيبه وتطوره للاحمر حرفيا هيكون هاكر معاك على ارضيه الملعب. يعني انت لو شفته، لو انت اشتريته اصلا من الاحمر على طول هيكون بمليار 550 مليون. فالصراحه برضو اللاعب ممتاز جدا. نروح بقى للمركز الاول، افضل لاعب اللي بيه في لعبه اف موبايل، وهيكون من نصيب زمبروتا طبعا. يعني انتوا عارفين انا ما بحبش اجيب اقوى لاعب اللي هو كاوفر، احط ان هو اقوى لاعب في المركز ده والكلام ده كله عشان سعره والكلام ده. بس زمبروتا يا جماعه فارق عن اي ظهير. هو سعره 2 مليار، ولكن كل مليون فيهم يستحقهم حرفيا. 5-5-4، يعني بالظبط زي مندي. 5 قدم ضعيفة و4 حركة مهارة. دي حاجة حرفيا نادرة جدا وأسطورية. تقريبا زمبروتا ومندي بس اللي عندهم الحركات دي. 118 في السرعة، يعني أسرع من مندي. المراوغة عنده أحسن من مندي. التقاطات الدفاعية أحسن من مندي.
طاقته في العرضيات احسن من ميدي. لا، هو مش احسن من ميدي، ده احسن ليفت باك في اللعب اصلا. عنده الحاجات دي كلها، حرفيا اسطوري بشكل مش طبيعي. اوفر 106 يعني ده، يعني انت حرفيا هو اقوى اللي بي دلوقتي في اللعبه. والمراوغه عنده اسطوريه، التسديد عنده التسديد مش تسديد سيء طبعا عشان هو ظهير، ولكن التمرير، الدفاع، السرعه، الحاجات دي كلها مخليه منه ظهير حرفيا رعب على ارضيه الملعب. نروح بقى المركز الثاني، المركز الار بي. قلنا افضل خمسه في ال بي، نقول بقى افضل خمسه في الار بي. هقولهم برضو في السريع كده علشان نلحق نخلص الفيديو ما ضيعش عليك وقت. مركز الار بي برضو قوي جدا، مركز قوي جدا، ومهم ان انت تجيب فيه لعيبه اسطوريه. فطبعا نبدا بالمركز الخامس، واللي هياخده معانا كارلوس بيول او كارلوس البرتو، مش كارلوس بيول. كارلوس البرتو الصراحه الظاهريه يا جماعه قوي بطريقه مش طبيعيه. يعني هو اوفر 101، اي نعم ضعيف، ولكن هو على ارضيه الملعب لاعب اسطوري بشكل مش طبيعي. يعني الايقاع، السرعه، والحاجات دي بتحسها نوعا ما عاديه، ولكن لما تدربه وتديله تركيز تصنيف والحاجات دي، يعني لو ركيته للاحمر واديته تدريب ماكس حرفيا هيكون ظهير اسطوري جدا، كمان هو رخيص معاك. نروح بقى للمركز الرابع، واللي هيروح لتمبر، اللي نزل معانا في حدث التوتي. حرفيا برضو لاعب قوي جدا، قوي بطريقه يعني مش طبيعيه. سرعته نوعا ما قليله 104، ولكن اللي بيعوض السرعه الدفاع. هو اللاعب قوي جدا، هو اللاعب اصلا عموما دفاعي، يعني بيحب يقف ورا، ما بيحبش يتقدم والكلام ده كله زي اغلب الازهر. لا، هو بيحب يقف ورا، فالدفاع عنده كويس جدا. العرضيات حتى سيئه جدا عنده، عشان هو انت عارف هو ما بيش بيحب يهاجم. فلو انت عايز ظهير دفاعي، فحرفيا ده اقوى من اقوى الاظهره الدفاعيه في اللعبه. هو حرفيا هو هيقعد ورا بس مش هيتقدم قدام. السرعه كويسه نوعا ما بالنسبه لانه هيدافع اصلا مش هيتقدم. الدفاع عنده ممتاز، تقريبا هو اقوى ظهير دفاعي اوفر 103. فحرفيا لاعب اسطوري جدا، وانصحك بيه لو فعلا عايز تدافع، او لو فعلا عايزه يدافع معاك في ارضيه الملعب. نروح بقى للمركز الثالث معانا، واللي هيروح لكيميتش. كيميتش يا جماعه اسطوري برضو بشكل مش طبيعي. حرفيا اللاعب اسطوري اسطوري، يعني سرعته حلوه، تمرير حلو، المراوغه حلو، الدفاع نوعا ما كويس. ليه الدفاع قلت لك نوعا ما كويس؟ انه اصلا كيميتش زي ما انتم عارفين هو اصلا خط وسط، هو مش سي بي او مش ار بي. فهم اللاعب اصلا شايف التمريرات عنده اسطوريه، يعني التمريرات دي تمريرات لاعب خط وسط. اغلب الاظهره مش هتلاقي التمريرات عنده كويسه، لكن كيميتش العكس، التمريرات عنده ممتازه جدا، عشان هو اصلا لاعب خط وسط. فلو عايز يبني الهجمات، لو عايز يعمل عرضيات، لو الحاجات دي حرفيا هيكون اسطوري جدا معاك جوشوا كيميتش. نروح بقى لاقوى اتنين اظهره في لعبه اف سي موبايل. المركز الثاني راح طبعا لبيدرو بورو. ايوه بيدرو بورو لاعب اسطوري بشكل مش طبيعي. 900 مليون كوينز او 830 مليون كوينز، حرفيا هتجيب ظهير اسطوري يا جماعه بشكل مش طبيعي. سريع، دفاعي، مراوغ، عرضيات، اي حاجه حرفيا هتلاقيها معاك. يعني لاعب وحش بشكل مش طبيعي. واكيد لو انت سالت اي حد معاه بيدرو بورو يقول لك ان هو اسطوري بشكل مش طبيعي. يعني انا متضايق ان هو راح عليا في حدث الشتاء، ولكن جبت اللي اقوى منه وهقوله لكم دلوقتي. فالدفاع عنده اسطوري جدا، المراوغه عنده اسطوريه، الايقاع عنده اسطوري، كل حاجه حرفيا عنده اسطوريه. وب 800 مليون فقط بيدرو بورو اوفر 104. نروح بقى للمركز الاول، اقوى ظهير في لعبه اف سي موبايل، زانيتي. ايوه زانيتي اقوى ظهير في لعبه اف سي موبايل، قوي يا جماعه بشكل مش طبيعي. انا بص، انا مش هجيبه لك من هنا، انا هجيبه لك من فرقتي، اوري لك هو في فرقتي طاقته عامله ازاي وهو عامل ازاي على ارضيه الملعب. يا جماعه اللاعب قوي بشكل يعني رخم، او اللي قوي بشكل مش طبيعي. بص على طاقته مبدئيا كده. السرعه بتاعته 142. بص على الطاقات الدفاعيه، بص تقريبا كل الطاقات الدفاعيه 100 فوق ال 150. في ظهير طاقته الدفاعيه فوق ال 150 حد يعرف يعدي منه؟ لو انت بتعرف تلعب بيه ولو عرفت تتحكم بيه كويس، انسى ان حد يعدي منه. وكمان لما تدربه هيجي لك اللي هو يقدر يلعب ال بي وسي ام، يعني هيقل شويه، تقريبا هيبقى 107، ولكن هيبقى معاك جوكر معاك في ال بي، وهيكون معاك كمان في السي ام. طاقته في التمرير كويسه، طاقته في الدفاع كويسه، طاقته في المراوغه كويسه، الايقاع، كل حاجه حرفيا كويسه. وكمان عن تجربه، فحرفيا اللاعب ده اسطوري بشكل مش طبيعي. وبس كده كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. سلام.